وأنت حل بهذا البلد. وقال في بلده مقسما والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إنها البلد الحرام مكة المكرمة التي تحوي الكعبة المشرفة، البيت الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ولكن ما الفارق بين بيت الله الحرام وبين بيت النبوة الذي قال الله في شأنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ يروي الإمام الترمذي في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، تروي ذلك السيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لما نزلت هذه الآية على رسول الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي بن أبي طالب والد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ثم نادى على السيدة فاطمة الزهراء ابنته المباركة، ثم نادى على سيدنا الحسن، ثم نادى على سيدنا الحسين وجللهم بعباءته. والعباءة هي عباءة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرداء الذي كان يلبسه رسول الله، فضمهم رسول الله تحت عباءته ورفع يديه إلى السماء وقال داعيا ربه اللهم أذهب عن أهل بيتي الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته الكرام، ومن بينهم ويلحق بهم سيدتنا وأمنا العالمة الفصيحة البليغة النقية التقية الطاهرة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. فهؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الكعبة المشرفة بمكة المكرمة هي بيت الله الحرام، والذي قال الله تعالى في شأنها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، وهي أول بيت وضع للناس تصديقا لقول الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فإذا كان هذا مصير البيت المكي فما مصير البيت النبوي؟ وإذا كان الله تعالى قد شرف البيت المكي بالمسجد الحرام فإنه سبحانه شرف البيت النبوي بمسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يطلق عليه المسجد النبوي. هذه رحاب طاهرة. وإذا تأملت الآية جيدا إنما يريد الله. ما معنى إرادة الله؟ إن إرادة الله تعني المحبة الصادقة، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد.
ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. إنما يريد الله، كما يقول أهل العلم أهل التفسير، إرادة الله هنا هي المحبة. إنما يحب الله، إنما يريد الله، يعني إنما يحب الله ليذهب عنكم، ولم يقل عنكن، مع أنك لو تتبعت مسار الآيات المباركات لعلمت أن حديث القرآن يتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في مخاطبته لهن، أي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان السياق يقتضي أن يقول القرآن ليذهب عنكن، لأن الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بلفظ الجمع للذكور ليشمل الذكور والنساء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلحق بهم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. من سيدنا عبد الله بن جعفر؟ الشهيد الطيار، هو زوج السيدة الطاهرة المبرأة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. تزوجت بابن عمها سيدنا عبد الله بن جعفر، وأبوه يلقب بجعفر الطيار، لأنه كان ثاني اثنين استشهد في غزوة مؤتة، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الأمراء قادة لهذا الجيش المبارك. قال للمسلمين: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل أو استشهد فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. ومات شهيدا وقتها سيدنا جعفر بن أبي طالب، لأنه كان يحمل بين عضديه راية التوحيد وراية الإسلام، والذي هي مكتوب عليها: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وإذا تأملت في هذا الترتيب لعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد الأول لله، لأنه كان في ذكره، في يقظته وفي منامه، في سلمه وفي حربه، في نصره وفي هزيمته، كان وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى. فلا يذكر مسلم لا إله إلا الله إلا ويتبعها بقوله: سيدنا محمد رسول الله. يقال ذلك في الأذان، يقال ذلك في الإقامة، يقال ذلك في الأعياد، يقال ذلك في المناسبات الكريمة، يقال ذلك في كل وقت وفي كل حين. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عظيم القدر رفيع المكانة ذا شأن عظيم، وهو الذي أرسله ربه
رحمة للعالمين، إنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في شهرنا هذا وفي وقتنا هذا وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه البقاع المباركة والرحاب الطاهرة، نسألك ربنا أن تعم على بلادنا الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. اللهم حببنا في نبيك وارزقنا محبة آل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرتهم المباركة. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من عذاب الدنيا وخزي الآخرة. اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا وتكفيرا لسيئاتنا وتطهيرا لقلوبنا. نسألك ربنا أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن تجنب أقوالنا وأعمالنا الرياء والزلل، وأن تجعلنا متوكلين عليك مستعينين بك، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك في علمائنا يا كريم وفي قضاء مصر ومفتئريها. عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة مولانا الشيخ محمد حسن قارون، من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وكان إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. أيها الإخوة الأحبة، الآن نعيش مع الأدعية والابتهالات الدينية. نعيش مع هذه الابتهالات من مبتهل الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد أكمل هارون. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا
ورضاك يا رب وحسن لقاك يا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله عدد كمال الله وكما يليق بكمال ويعطي الله مادحه العطايا به تحيا القلوب